السلام عليكم، مساء الحب، مساء الخير، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. ليكم وحشه كبيره كبيره، توحشتكم بزاف بزاف. مرحبا بكم في بدايه جديده. اليوم جيت نشارك معكم يوم من ايامي في يوم رمضان، ان شاء الله اللي نكملوه بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. وربي يقدرنا وربي يتقبل صيامنا وربي يتقبل مني ومنكم ان شاء الله يا رب. لهنايا دخلت الكوزينه، اول حاجه بديت بها درت الشوربه، ومن بعدها رحت باش ندير الخبز. وليت نحب توجور هكا نحب ندير هذا الخبز. درت لهنايا ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، درت 2 ملاعق كبار تاع السكر، ودرت تاني كاس تاع الحليب، عندي 4 كاس تاع الزيت. شوفوا هذا الخبز يجي والله، هذه الوصفه يعني ديروها يجيكم خفيف يشهي وما يشدكمش في الوقت، يعني في نفس الوقت عجنوه على البكري، خلوه يخمر وكملوا صوالحكم الباقيين، وبعدها تخلوه هو في الاخر كامل تقدروا تطيبوه. لهنا زدت ثاني 4 كاس تاع الزيت، خلطته كامل ونبدا نضيف في الفرينه. وما نساوش الملح يعني ديروه حسب الحاجه عندكم ميزانكم. انا اول رمضان اللي ما ننساش فيه الملح ولا مره، اول رمضان كانت توجور عندي مشكل اني دائما ننسى الملح في الخبز ولا في الماكله، ننسى ما نديرش. مي هاد المره كل مره نبدا نطيب نحط الملح قدامي باش ما ننساش كامل. درت لانايا لافارين وندير تاني الملح، نخلطهم شويه، خلطت بالفوي. بعد ما نشوف يعني العجينه تاعي لازم نعجنها بيدي، نعاود نحي الفوي ونعجنوها بيدينا احسن. نحاولوا ان نلموها ندلكوها ونخلوا الخبز تاعنا يكون خفيف وطري، يكون يتلصق، يعني يعني ما نكثرش الفرينه بزاف باش ما يجيناش معجن ويجي ثقيل. توجور المملحات باش يجوكم خفاف، دائما خلوا العجينه تاعكم تتلصق باش هكا تكون المملحات تاعكم يجوا خفاف وما يجوش خشان وشغل ما همش خفاف ثقال. هنايا بديت ثاني دوكا نعاود نزيد لافارين ونعجن بيدي. يقولوا لي نتوما واش راكم طيبوا واش راكم ديروا كلش. انا كاين ايامات والله كنت تعبانه مريضه، يعني كنت ندير غير حوايج خفاف كل يوم كيما نقولوا وبركته. راكم عارفين منين انا مع بناتي ساعات نطيب كي شغل تبقى لي الماكله ما نحبش زعما نرميها ولا نخليها الغدوه من داك، تما الغدوه من داك ما نطيب والو. لهنايا لميت العجينه تاعي وبعدها نغطيها نخليها تخمر مده نص ساعه حتى يعني نص ساعه 45 دقيقه. المهم حتى تشوفوا العجينه تاعكم خمرت. وفي نفس الوقت نروح نكمل واش بقى لي طياب. كنت جبت نص صدار تاع الدجاج، درته ثاني هو يطيب، درت معاه شويه تاع البصل وليزيبيس وخليته يطيب وحده. كنت مديسيديا ندير الكراتا. ودوكا راح ندير لكم التحليه، راح ندير لكم تحليه تاع شيز كيك. نحتاج ثاني علبه تاع مسكربون فيها 250 غرام. عندي لهنايا ثاني لا كريم ليكيد كريم شانتي دوك نطلعها هي الاولى، بعد نخلطها بالمسكربون. الطبقه الاولى نحتاج هاد البسكوي، نحتاج علبه، راح ندير انا هاد العلبه. ودوكا نبداو كيف يعني نطلع هذا لا كريم شانتي هي اللي تشوف باش تطلعوها، بعد نزيدو نخلطوها مع المسكربون. اول حاجه راح نبدا ندير الكاطو للحيح. راح نديرو لهنايا باش نحيد بالخط. راكم الكرات كيجي هكا كل وحده في طاشيه وحده يشدني في الوقت باش نفتحو. راح ندير الكراطه بنت الخضره هي خمر الحميص مانيش راح ندير اليوم. ندير سلطه من نهار وقيله، يعني عندي بزاف ما درتش سلطه اليوم، قلت ندير سلطه. من بعد رحيت البسكوي حسيته قليل، انا ضفت معاه بسكوي واحد اخر كان عندي خلطته باش تجيني الطبقه الاخرى التحتانيه، يعني
تجي مليحه يعني خشينه، ما نحبهاش تجيني رقيقه بزاف. درت لها ثاني ملعقه كبيره تاع الزبده، خليتها تذوب معمره، وبعد ما ذابت درتها ثاني كيف كيف في الروبو في لاشوار اللي رحيت فيها الكاطو، درت فيها الزبده ثاني خلطتها في الماء، وبعد بس بديت نبسس فيها غير بيدي حتى دخلت كامل هذيك الزبده في البسكوي. ومن بعدها انا ما نحبش نكثر بزاف في الزبده، هي الا كان حبيتو الطبقه الاخرى تجيكم متماسكه بزاف والكاطو تاعكم ما يتفتت، ديروا حتى الملعقه ونص يعني تكون معمره تاع الزبده باش يجيكم وتلصق لكم الطبقه كامل التحتانيه في بعضها، ما تجيش شويه تتفرتت. ومن بعدها سويتها ضغطوها كيما هكا يعني ضغطوا عليها بالمغرف حتى تكون في مستوى واحد، ونحطوها في الفريجيدار. ومن بعدها نبدا نحضر الكريمه تاعي. الكريمه راح نحتاج انايا ماسكاربون يعني ولا لا كريم شانتي، نفضل انا اللي عندها لا كريم شانتي بودره، اللي تكون عندها لا كريم شانتي بودره احسن يعني، باسكو هذه سائله تجي شويه ماهيش حلوه، فهمتوا؟ زدت لها انايا سكر ارطب هكا باش تجيني سكر الرطب هكا باش تجيني شويه حلوه يعني، باسكو يجي صامته، ما حبيتش الكريمه تاعي تجيني صامته. مع راح ندير شوكولا نوار يعني مام شوكولا ماهيش حلوه. وبديت نطلع فيها توجور هاد لا كريم اني تشد شويه باش تطلع، سما عندكم واحد ربع ساعه وانتم تخلطوهم مليح باش تطلع لكم تحصلوا على القوام اللي تحوسوا عليه. حطلعتها هي الاولى، ومن بعدها عاودت ضفت عليها الماسكاربون في الاخر، زدت خلطتهم مليح وندير الطبقه تاعي. قلت نتوما التحليات واش راكم ديروا؟ انا هذه ثاني وقيله تحليه راح نشاركها معكم، هذه تشيز كيك. لي تشيز كيك يجوا هكا عائليين يعني، تقدروا ديروهم لضيافكم، تقدروا ديروهم في الصحراء يعني تحمروا بهم وجهكم، وكاين قداش من طريقه خاصه تحبوا. انا اليوم حبيت ندير ذوق الشوكولا، المره الجايه راه في خاطري ندير ذوق البيستاج، من الكريمه تاع البيستاج ما عنديش، قلت حتى نخرج نشري ونشاركوا معاكم ان شاء الله، نشاركها معاكم ثاني نجربها. جامي درت كو تاع بيستاج، مي هاد المره جات في خاطري. بعد ما طلعت لي الكريمه راح ندير علبه تاع المسكربون فيها 250 غرام. انا بالنسبه للمول تاعي اللي عندي هذا واش تعملت يعني 250 غرام تكفيكم. ودوكا كي تشوفوا الشكل تاعها في الاخر راح تشوفوا الطبقات، كل طبقه باينه. يا دار راكم غالبكم رمضان، ولا انا اول رمضان اللي ما نحسش به وشغل صح، ما نحسش لا بالجوع ولا يغلبني ولا حتى حاجه، جا خفيف خفيف والايامات راهي تجري سبحان الله. ديجا عندنا 10 ايام صيام، قالوا 20 يوم يعني سبحان الله بالخف راه يفوت. دوكا بالخف نلقاو النصفيه، بالخف نبداو نوجدوا للعيد، وكامل هاد الايامات ناقصه من العمر. ربي ثبتنا، ربي يهدينا، وهذا واش نقولوا. باسكو صح الدنيا ولا تجري سبحان الله، والله ما ولاش الوقت مبارك كيما من قبل نهار ما يجي يفوت بالسيف تحسي به، ولا سمانه. دوكا سمانه تجري بالخف، انا نكونوا ويكاند بالخف يزيد نعاودوا نلحقوا الويكاند الجاي وإحنا رايحين. هنايا شوفوا الكريمه تاعي، هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. ومن بعدها نجيب المول اللي كنت ديجا حطيته في الفريجيدار، حطوه باش تجمد لكم الطبقه الاولى اللي درتوها. نعاود نفرغ هذه الطبقه عليه ونحاول نسويها يعني على شغل باش تجيكم مسويه كامل الجهات. حاولوا انكم تسويها بمغرف ولا كاش حاجه، مهم انا دوكا نعدلها مليح باش هكا تجيني مسطحه وتجي في مستوى واحد، باش كي نقسمها ما يجيش يعني تبان كي بعدا ندير لها الكان الشوكولا وكلش تجي كامل كيف كيف. وحبيت نضيف عليها ملعقه كبيره تاع شوكولا تاع الطالي، درت نديرها ونزيد نخلط مليح باش تدخل لي كامل في الكريمه تاعي. نتوما تقدروا تستغناو عليها، ماشي ضروري، اذا حبيتوا ديروها ديروها، اذا ما حبيتوش تقدروا تستغناو عليها. انا حبيت برك نديرها على جال تعطيني باش تعطيني الكو بنه تاع الشوكولا. سينو اذا ما درتوهاش من الاحسن اذا عندكم فاني لا فاني ليكيد ولا ديروا شويه باش تجي البنه تاعها في الكريمه. ونخلط مليح، ومن بعدها نروحوا نديرها كما قلت لكم ديروها، نعاودوا نخلوها في الفريجيدار او على الاقل 3 ساعات حتى تشد الكريمه روحها مليح. ومن بعدها نروحوا نوجدوا لها الكانا الشوكولا. توجور الكانا الشوكولا ما ديروش سخون يغلي، خلوه يبرد او واحد 10 دقائق ولا
بصح بقاو خلطوا كل مره طلعوا عليه باش ما يديلكمش هذيك الطبقه اللي من الفوق. ومن بعدها باش نضيفوها على الكريمه تاعنا. علاش؟ باسكو ديجا فيها لا شونتيي، سما كون ديروا عليها سخونه قاعده تذوب لكم لا كريم شونتيي هذه الكريمه تذوب وما تحصلوش على القوام اللي نتوما حابينه. ومن بعد جبت التحليه تاعي. المهم شوفوا انا كي نكون نطيب غير بشويه نستمتع بالوقت. كل اللي تحب تطيب تحب تبدا في طيابها تحب هكا تتقن الحاجه كي ديرها. عفاكم باللي كي ندخل الكوزينه صح ندخلها متحمسه شغل نحب هكا نطيب والطياب شغل نقول بلي ندير حاجه عادي ندير هادي ندير هادي بصح في الاخر نلقى روحي درت قداش من حاجه. وساعات ندخل مانيش عارفه روحي كامل واش راح نطيب ومن بعد يبداو يجوني الافكار غير في الكوزينه وكل مره ندير حاجه مانيش كيما من قبل. سبحان الله كنت توجو ندير بروغرام يعني في الليل نخمم واش راح ندير الغدوه والنوض ديجا موجده روحي وعارفه روحي واش راني ندير. مي هذا الوقت دوكا والله مانيش ندير كم بروغرام. منين راني وحدي نقول نطيب اي حاجه. ساعات ندير حوايج خفاف ساعات كي ندير حوايج اللي صح نستاهلوا باش نصورهم لكم. وثاني راني فرحانه بزاف باسكو ثاني راح بعد نص تاع رمضان ما رانيش راح نصوم وحدي. راهي جايتني صاحبتي ان شاء الله يا ربي تصوم معايا. قلت ما فوتش ايامات كامل رمضان وحدي باسكو صح شغل تكرهوا فهمتوا شغل دائما وحدكم دائما هذاك الروتين. ما سهرات رمضان ندير تحليات ندير هكا مانيش ندير في السهرات. مي كي يكون معكم شخص هكا في الدار وكلش راح تتبدل. راني فرحانه بزاف ونستناها غير وقتاش تجي باش نفوتوا ايامات شابين. وفي نفس الوقت كان نحس بنت رمضان مهما يكون. ما تحسوش بنت رمضان غير في اللمه. وهنايا جبت الخبز تاعي بعد ما خمر خليت التشيز كيك تاعي صاي راهي واجده. الصدر تاع الدجاج ثاني كان طابلي. مازالوا لي غير لي فخيت باش نديرهم يتقلاو. وقلت ندير الخبز يطيب باش نوجد الكراطه تاعي ديريكتومون ثاني هي الطيب. ومن بعد درت الخبز توجور كي ديروه نحولو هبطوا له الخميره تاعو ومن بعد هبط له كامل الخميره ومن بعد حطيته في المول نفتحو غير بيديا كيما هكا فتحوه ديروه على شكل دائري ولا الشكل اللي بغيتو نتوما. ودائما قبل ما ندخلو الفرن نحاول نخليه ربع ساعه يزيد يخمر فيها بعد ما ندير له البيض وندير له السينوج من الفوق ولا جلجلان كيما حبيتو. نعاد نخليه ربع ساعه باش ندخلو يطيب. يعني ضروري تخلو هذيك ربع ساعه يزيد يخمر لكم وباش يجيكم طالع ويجي خفيف. صراحه جاني خفيف ما تيماجينوش شحال خفيف وجا يشهي. ومن بعد هالشكل تشكلوا كيما حبيتوا. انا زينته بهذه الطريقه غير بيديا نتوما شكلوا الشكل اللي حبيتوا نتوما ديروه. كاين بزاف اللي قالوا لي في لاباج فيسبوك شاركينا الوصفه. انا على هذيك اللي نحب هكا ساعات نبارطاجي معكم لي فوطو ولا واش طيبت في الفيسبوك وتوجو الوصفات اللي تقولوا لي بلي بارطاجيهم معنا نصورهم لكم ونبارطاجيهم معكم في اليوتيوب باسكو لي فيديو طوال واكيد ما نقدرش زعما نحطهم في الفيسبوك يجوني طوال بزاف. على هذه هنايا ثاني درت كيما هكا هذا هو الشكل تاعو. زينته بصفار البيض ودرت له الجلجلان من الفوق خليته يخمر ربع ساعه ودخلته للفور. بعد ما يطيب لنا من التحت عاود شعلت له من الفوق. وتشوفوا دوكا نوريكم كيفاش طاب وكيفاش جا. هذه هي ديجا اليوم نهايه يعني الشهر فيفري. راح ندخلوا ان شاء الله في شهر مارس. صاي تقريبا دوكا راح ندخلوا في الربيع يعني ما بقاش ندخلوا في الربيع الشتا خلاص يعني سبحان الله. مهم ان شاء الله برك. المهم كيما ترجع نقول كيما هكا نقول يا ربي يعطينا غير صحتنا يعطينا غير الصحه ويحفظ لنا الناس اللي عزاز علينا يحفظ لنا اولادنا ويسهل لنا امورنا ان شاء الله يا ربي. وربي ان شاء الله كل وحده بحاجه في قلبها ولا خاطرها ان شاء الله ربي يسهل لك فيها وتحققيها ان شاء الله يا رب. الانسان ما يفشلش وكلش في هذه الدنيا يقدر يتحقق بين ليله ونهار. يعني تقدروا بالك تكونوا فاقدين الامل بحاجه وربي يبعث لكم حاجه واحده اخرى. كما انا ما كنتش دايره كامل حساب تاع الورق ولا تسهل ولا هكا والحمد لله يا ربي. ربي سهلها علينا كامل ان شاء الله يا رب. وان شاء الله نهبط ونشوف والديا ونشوف على بالي بلي في خاطركم بزاف انكم تشوفوني في الجزائر ان شاء الله على قريب ان شاء الله يا ربي ما بقاش قد اللي فات. وهذه يا ربي قدرني ان شاء الله باسكو ماشي سهله مسؤوليه وكلش. الحمد لله يا ربي نحاول اني نجاهد نفسي باش نصبر
وباش نقدر على هذه المسؤوليه راني متحملتها، خاصه دوكا في رمضان وكلش. والحمد لله لا، انا درت له صافا البيض، درت له السينوج. نموت انا على الخبز بالسينوج. حطيته يطيب ونروحو نوجدو لا كريم فريش تاعنا. بعد ما قليت لي فخيت فتت هذاك الصدر تاع الدجاج، فتتو كان كلش واجد. رحت نوجد في لا كريم فريش. لا كريم ما ديروش عليا لا كريم بيشاميل تاعنا باسكو لا كريم راني صايمه، راني ندير في المونتاج وراني صايمه. المهم درت لهنايا تقريبا نص لتر تاع الحليب، ودرت ثاني فلفله كحله، عندي 3 ملاعق كبار تاع لافارين يكونوا معمرين، ونديروا لها شويه تاع الملح وندخلوها ندخلوها طيب، نديروها فوق النار ونبقاو نحركوا توجو الفرينه. ما تغفلوش عليها باسكو تغفلوا عليها تلصق لكم من تحت، يعني من احسن انكم تبقاو تخلطوا حتى تحصلوا على هذيك الكريمه وتبدا تجمد. ومن بعدها بعد ما تجمد ندير لها ملعقه تاع الزبده ولا نص ملعقه تاع الزبده. انا هذه طريقتي في البيشاميل وتجي بزاف بنينه. كل واحده وكيفاش، كاين اللي يبداو يديروا لافارين مع الزبده باش يبداو يضيفوا في الحليب، وكاين اللي يديروها على طريقتي انا. هذه طريقه باش تذوب لي الزبده، نحسها باللي تجيني لا كريم تاعي ليس، يعني تجيكم ما شاء الله. انا اللي فخيت كنت نسيتهم شويه، طابوا لي حمرين بصح جات بنينه معليش. درت في هذا المول المره اللي فاتت تقسيتوني بزاف على هذا المول، قلت لي زعما كيفاش يطيبوا. انا ما شمختهمش هذا صراحه، زعما هذو لقيتهم لهنايا عند مولات الدار سما مع الماعن وهذيك عجبوني وجايين صغار، ومع راني وحدي قلت هذيك هي نديرهم، ندير فيهم الكراتا، ندير فيهم صوالح اللي ما نحبش تجيني كوانتيتي كبيره باش ما تبقاليش. فتت هذاك السطر تاع الدجاج ودرتو كيما هكا مرصوات، خليته شويه كبير، ودرت لي فخيت من تحت حندير له الفرماج وندير له لا كريم بيشاميل، ومن بعد نزيدو البطاطا من الفوق. المهم انا درت 3، درت واحد كبير ودرت التالي نص لارين، درت لهم هذو الصغار هكا باش ياكلوهم. هذا واش يحبوا الولاد. شوفوا الولاد يحبوا البيتزا، يحبوا لي كراتا، يحبوا هكا. عباكم كي ندير طاجين زيتون ما ياكلوش جلبانه، صح ياكلوها مي ملي بدا رمضان ما جامي درتها. واكثريه يحبوا لي صالي بزاف، يعني ديري لهم غير البيتزا والخبز محشي، وهادو هما اللي يحبوهم بزاف. النهار اللي نديرهم سبحان الله ما تقعدش، يعني ياكلوهم ما شاء الله عليهم. ربي يحفظهم لي ان شاء الله ويحفظ لكم اولادكم. وانا درت الاول، درت الثاني ودرت لهم شويه تاع الفرماج. هاد الكراتان شوف تقدروا ديروها بالفيونداشي، تقدروا ديروها كيما حبيتوا، تجي بزاف هايله وتجي ولا كريم بيشاميل ما تفقلوهاش، خلوها شويه خفيفه باش تجيكم شمخه وتجي يعني بنينه. انا توجور هذه هي الكراتان اللي نحبها بزاف وتقريبا نديرها بزاف في رمضان. قولي باش تعمروا وقتكم في الكوزينه. انا ساعات ندير مسلسلات نتفرجهم، كاين اللي ما نتفرجهمش في اللي ندير تليفون قدامي ونقعد نتفرج ومن راني نطيب، ما نحسش كامل بالوقت. قولوا لي نتوما واش ديروا، كيفاش تفوتوا وقتكم في الكوزينه باش ما تحسوش بالتعب وكلش. وعبكم شوفوا قداش من نهار جامي صارت لي ما وليتش نقدر نفطر في وقت الفطور قد يعني غير نكسر صيامي بصح ما نقدرش ناكل حتى تولي 8:30 هكاك ولا باش نقدر ناكل شويه. شكون اللي كيما انا يعني حتى نصلي ونصلي العشاء وهكا والتسعة كل مره وكيفاش باش نحط وناكل ناكلو. سينو ما نقدرش ناكل على احنا كيما حنايا دوكا راه يأذن عندنا. في الاول كان على 6:30، دوكا راه حتى 7 قل 20 تقريبا ولا 7 قل ربع باش يأذن. وكل واحد وكيفاش كاين لهنايا اللي حتى ل7 زعما باش يفطروا، كل واحد على حسب البلاصه اللي راه فيها. انا تقريبا الوقت تاعي ووقت تعب وسعاده غير كيف زعما ماشي ما كاينش وقت بزاف. ولا انا لا كريم بيشاميل اللي بقات لي حنفرغها في ليمول تاعي ثاني كيف حنشعل. انا الكراتا شعلت لها من الفوق ومن التحت امامتو يعني في نفس الوقت باسكو كان ما موش باقي بزاف المغرب وكلش طايب. سما خصني غير تحمر لي من الفوق وتشد روحها زعما من التحت هكا وهذا ما كان على هذيك اللي شعلوا لها من الاحسن من الفوق ومن التحت ونقصوا لها شويه النار، خلوها تطيب على نار هاديه واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه. تشوفوا
تجمدت من الفوق، يعني تشوفوها دارت لكم هذاك اللون الاحمر الشباب وكلش صاي. نحو الكراطه تاعكم. دوك نوريكم تاني في الاخر تشوفوها كيفاش جات. والحمد لله طاب الخبز تاعي. درت الكراطه ثاني طيب. شوفوا جا خفيف خفيف خفيف، ما تيماجينوش شحال خفيف، وجا يشهي ميم الشكل تاعو يجي ما شاء الله. وكنت شوفوا عباكم بلي دخلت كوزينه شغل وقتي منظم، مع اني دخلت روطار شويه، دخلت مع 3:30 هكاك حتى للربعة. وسبحان الله كفاني الوقت كملت كلش. درت الخبز، درت الكراطه، كان عندي ديجا طاجين الحلوس ما طايب. البوراك ما درتش باسكو ولا يبقى لي بزاف البنات ما بغاو زعما ما يحبوش، ما همش يحبوا ياكلوه. على هذيك اللي وليت ساعات ندير غير قيسي 2 حبات، ولا ساعات ما نديرش. الحميص ثاني درتو السمانه الاولى تاع رمضان دوكا ما وليتش نديرو بزاف، يعني قليل وين راني ندير فيه، مع انه حنايا توجور تعودنا بلي الحميص حاجه اساسيه زعما في رمضان، خاصه يكون حار وكلش نديروه بزاف في رمضان توجور. شوف قسمت لكم انايا باش تشوفوا الخبز ويشوفوا الاخر القشرات شغل هكا من فوق تفتح. مهم هذا هو الخبز تاعي، نحب ونموت عليه انا مع الشوربه. وتوجور في رمضان ما نحبش نشري الخبز تاع برا بزاف، زعما نفضل اني ندير كسره ولا ندير خبز الدار، ولا مهم ندير هكا في الدار احسن. اللي يعني هذا هو الحوايج اللي نحب نديرهم. بعد ما كملت درت الكراطه تاعي طيب، قعدت 20 دقيقه في الفور وخليتها. فطرت كسرت الصيام تاعي، ومن بعدها حتى بردت كما كنتم تشوفوا. شوفوا الشكل تاعها كيفاش يجي، لا كريم فريش لا كريم بيشاميل كيفاش تجي لا كولور تاعها. شهيدكم في الجنه ان شاء الله يا ربي جربوها. وعباكم اكثر حاجه عجبتني هذو لي مول كانوا نطيب فيهم، والله عباك يجي فيهم ماكله شغل العين تاكل قبل الفم، تجي فيهم الماكله شابه هكا. ما تقدروا ديروا حوايج خفاف. ومن بعد حطيت الطابله، سخنت الشوربه تاعي ثاني اللي طيبتها جديده جات ما شاء الله. نحب نموت على شوربه فريك انا في رمضان جامي زعما نستغنى عليها، قليل وين نبدل. سخنت الطاجين الحلو، درت الكراطه. وهذا هو كان العشاء تاعنا تاع اليوم، يعني الفطور تاعنا تاع اليوم. والخبز ربي يدومها نعمه عليا وعليكم ان شاء الله يا ربي. ودوكا نروح نوريكم تاني التحليه. ما تكوبوش الفيديو، كملوا معايا باش تشوفوا التحليه كيفاش جات. وثاني درت لها الكانا الشوكولا. بالنسبه للكانا الشوكولا كيما تعودتوا نخدموا معاكم دائما ندير باطا لا كريم فريش، علبه تاع لا كريم فريش العاديه هذيك تاع الطياب اللي نستعملوها يعني في الطياب في المملحات ولا هكا عادي. ودير معاها درت معاها 100 غرام تاع شوكولا نوار، وخليت حركت يعني اذا حسيتوا ناقصه شوكولا زيدوا لها شويه على حسب نوع الشوكولا اللي تكون عندكم. وزينتها بالكاطو اوريو من الفوق. ودوك نقسم القوام تاعها. شوفوا كيفاش تجي. عاوكم كاع الشوكولا يجي بزاف بزاف بنين، وانا توجور نحب نديرو بشوكولا نوار باش ما يجينيش حلو بزاف. ودوك تشوفوا الشكل تاعها كيفاش جات تشهي. تقدروا ديروها ضيافكم، تقدروا ثاني ديروها كي تكون عندكم مناسبه ولا هكا. وفاش تعجبني انا كي تكون عائلتكم كبيره يعني 8 اشخاص ولا هذه تكفيكم. ودرت لكم الوصفه يعني بالتفصيل. تقدروا ما تقدروا ديروش كاع الشوكولا، تقدروا ديروا اي حاجه من الفوق كيما حبيتوا. تقدروا كريمه البيستاج ولا اي حاجه. شوفوا كيفاش يجوا الطبقات تاعو كيفاش باينين. عباك بلي راني صايمه نشوف فيه وني نتشهيت تشهيتو والله. شهيتكم في الجنه. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات تاع اليوم، ان شاء الله يعجبوكم. نحبكم بزاف. ما تنسونيش بجمل لا فيديو، ما تنسونيش بكلمه طيبه، وباش هكا تشجعوني نطلع لكم في شهر رمضان ان شاء الله.